السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذه اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال لي كوكيز. كنتمنى تعجبكم. اللي غنحتاجو فيها المقادير: الفيرميسيل نوار، فيرميسيل شوكولا فيرميسيل نوار. عندي هنايا 4 المعالق لي بيبيت دو شوكولا نوار ديال الكوكيز. عندي هنايا تقريبا 2 معالق كبار. تقدروا تستغنوا عليهم، تستعملوا غير الفيرميسيل. عندي هنايا 2 البيضات. عندي هنايا واحد خماره وواحد فاني. عندي كاس ديال السكر، وعندي كاس ديال الزيت، و200 غرام ديال الزبده، وتقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق. انا صراحه اليوم اختاريت انني نستعمل هذا ديال الحلويات. غادي نجربه خاص بالحلويات، الكيك والفطائر. غادي نجربه وديك الساعه نرد عليكم كيفاش غادي تجي الكاطو ديالنا. اول حاجه البنات خديت الزبده، كانت بدرجه حراره المطبخ. عملتها في البول ديالي في العجانه. غادي نزيد عليها الزيت وغادي نخليهم يتخلطوا. من بعد غادي نزيد عليهم السكر ونزيد البيض وعاد نزيد الدقيق ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات خلطت الزبده ديالي مع الزيت كيولي الخليط كريمي. غادي نزيد نخلطهم. قبل ما نزيد غادي نزيد عليهم السكر سنيده. البنات اللي عنده السكر البني يقدر يعملو، وما طحنوا ما تدمجوش السكر بزاف، زعما ماشي تيدوب السكر، لان الكوكيز ديالنا كتبغي تجي تكون مقرمشه. المهم زدت سكر سنيد ديالي كاس، وزدت شويه ديال المليحه. غادي نعملهم كيدوروا. غادي نزيد سكر الفاني، غادي ندورها كما كتشوفوا معايا. زدت البيض ديالي، غادي ندربهم ونرجع باش نزيد معكم الدقيق ديالنا. دابا البنات غادي نبدا نزيد الدقيق ديالي بشويه بشويه. الدقيق خاصو يكون مغربل البنات. غادي نزيد الخماره ونزيد فلان. كنظن البنات نسيت ما قلت لكمش بانني خصني نعمل معاها حتى واحد الساشي ديال الفلان. المهم غنزيد الخماره، غنزيد واحد فلان. البنات بالنسبه للفلان ديالي والخماره خلطتهم مع 2 معالق ديال الطحين. غادي نزيدهم وغادي نكمل الدمج ديال الحلوى. غادي نبدا كيف ما كتشوفوا البنات بدات كتخلط ليا. كتاخذ حتى ديك الجناب ديال الطحين اللي كيكون لاصق في الجناب. غادي نزيد واحد مغروفه ديال الفيرميسيل، المغروفه الثانيه، باش تطلق لي فيه ديك اللون ديال الشوكولا. فوالا كيف ما كتشوفوا البنات هذه هي العجينه ديالي. غادي دابا نزيد عليها غير لي بيبيت شوكولا. البنات كيف ما قلت لكم راه تقدروا تحتفظوا تعملوا دي كوكيز غير بهكا، غير بالفيرميسيل كتجي حتى هي زوينه. مي انا غادي نزيد عليها لي بيبيت شوكولا. فوالا البنات هذا الشكل ديالها بعد ما زدت لها البيبيت شوكولا. دابا غادي نعمل الكويرات ديالي وغادي
نعملوهم في الطاوة. البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال لي كوكيز. صراحه البنات عرفتي جا المذاق ديالهم واعر واعر واعر. كيف ما شفتوا معايا قبيلاتي عملتهم كويرات وقرصتهم واحد شويه، ما خليتهمش هذا، عملتهم رقاقين شويه وهما كيزيدوا يتنفخوا، يعني انا عملتهم رقيقين شويه على هكا وتنفخوا واحد شويه. حاولت انني نخليهم يعني ماشي مقادين باش كيجوني بحال كوكيز. صراحه جا المذاق ديالهم مقرمش ورائع وتحمروا. او واحد لاستوس درتها البنات، منين درتهم في الطاوه عملتهم في الثلاجه واحد 10 دقائق او لا ربع ساعه، من بعد عاد كندخلهم الفران. وفي الفران البنات كنعمل يطيبوا من التحت، واحد كنشعل الفران طيبوا واحد 10 دقائق من التحت، عاد كنشعل من الفوق يتحمروا. واذا البنات بانوا لكم تحمروا من هنايا من التحت وكانوا باقي ما طايبين من الفوق، ديك الساعه شعلوا عليهم غير الفوق وخليوهم. صراحه راه كيجيو رائعين بزاف بزاف بزاف. غادي نشارك معكم مقطع هادي فوالا. ولكن راه البنات المذاق كيجي مقرمش رائع بحال كوكيز ديال اللي كنشريو. كنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف وبصحه وراحه، وما تنسونيش بالدعم ديالكم.